مدريد واتلانتا. اي مباراة لريال مدريد انا بكون متوتر فيها جدا، بالذات لو فاينل او ماتش على كاس. طبعا اللي يعرفني كويس انا مدريدي جدا جدا جدا. فصح من النوم على خبر جميل جدا، اصابة كامافينجا. اصابة كامافينجا من مين بقى؟ من تشاوميني. يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يعني انا عشمت نفسي ان هنبدا الماتش بكامافينجا والتشكيله حلوه وفي بلينجهام ومبابي هيبدا معانا، تلاقي هوبا كامافينجا اتصاب. حاجه بصراحه ما يعلم بها الا ربنا. والفكره كمان ان هو هيغيب عن الماتش ده، كده كده ماتش اتلانتا النهارده. وبالمناسبه الماتش الساعه 10 للي مش عارف. لكن الفكره بقى كمان، هل كامافينجا هيغيب بعد كده ماتشات تانية ولا لا؟ احنا لسه في بدايه الموسم يا تشاوميني، ارحمنا يا تشاوميني. طبعا اكيد هنبدا بالتشكيله بتاعتنا العاديه. بيلينجهام طبعا هيلعب صانع العاب، وهتلاقي مبابي وفينيسيوس ورودريجو في الهجوم، خط هجوم زي ما قلت لكم قبل كده من نار. ان شاء الله نفوز النهارده بالفاينل. ولكن انا اتمنى ان اللي يفوزنا مبابي. يعني بقى مبابي يجيب جون جونين ثلاثة ايا كان، بس مبابي هو اللي يبقى مان اوف ذا ماتش. ده هيديله دفعة قوية جدا في بداية الموسم. فان شاء الله باذن الله نقدر نفوز وناخد الفاينل النهارده. وهلا مدريد. قولوا لي في الكومنتات، بتشجعوا ريال مدريد ولا بتشجعوا مين بالظبط؟